حبايبي يا رب تكونوا بخير وسعادة. النهاردة بقى هنعمل مع بعض عيش في البيت بطريقة سهلة جدا وإمكانيات ومقادير سهلة جدا، وهنستعمل الخلاط بس، مش هنستعمل أي حاجة. بجد لو جربتوه مش هتترددوا إنكم تعملوه كل يوم. بس قبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله. معايا بقى اللايك الجميل بتاعنا ونشاركه عشان يوصل لأكبر عدد. معايا هنا كوباية ونص مية دافية، حطيت أول كوباية وبعدين النص، كل ده في شفشق الخلاط. معلقة سكر ممسوحة من معلقة الأكل، ربع معلقة ملح، كوباية ونص دقيق بالكوباية المعيارية. ما عندكيش الكوباية المعيارية يعني وحدي الكوباية، تمام، تبقى المج العادي بتاع الشاي، تمام. ومعايا معلقة ونص زيت من معلقة الأكل. وأنا هسيب لكم ده نص مقدار لأني كنت بجربه وطلع تحفة. بنضرب كل ده في الخلاط ونصبه بقى في حاجة لها بوز كده. أنا صبيته في شفشق له بوز، وعلى أوطى نار يعني أصغر نار عندك وطيها كمان في أي صينية، مش شرط حاجة من اللي مش بيلزق فيها الطعام. أنا بقى بعمل في صينية عادية، ادهنيها دهن زيت، وفي كل مرة تحطي العجين السائل يعني تدهني دهنة زيت. شوفوا يا جماعة، أول ما الأطراف تغمق كده تعرفي إنه بيتشمع، تروحي قلباه على الناحية التانية بالسباتولا بالمقصوصة بأي إمكانيات عندك. الصينية ما بيلزقش فيها حاجة خالص، هي ماشي، هي بتتحروق منك شوية بس هتتغسل، انما مش بيلزق فيها اي حاجه. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، وبيعلى كمان من النص. حاجه جميله جدا يا جماعه، طعمه رائع من غير بقى بيض ولا لبن ولا اي حاجه. هو زي الكريب واحلى من الكريب كمان، ده سكه وده سكه. طلعوا 8 رغيفه. ممكن بقى تحشيه اي حشوات، جبنه لانشون، شوكولاته دهن، اي حاجه. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، بجد رائع. اعملوه بجد، ما تترددوش، واكتبوا لي في التعليقات عجبكم ولا لا، وان شاء الله يعجبكم. بس ما ننساش اللايك الجميل بتاعنا، ونشاركه عشان يوصل لأكبر عدد، ونعمل اشتراك في الصفحة عشان توصل لكم كل وصفاتي وفيديوهاتي. وان شاء الله الفيديو يعجبكم، واكتبوا لي في التعليقات. وكل عام وانتم بخير بالعام الجديد، وبألف هنا وعافية.